صباح الفل. بما ان الجو حلو النهارده شويه يعني والشمس طالعه، بس درجه الحراره 9 على فكره، فاحنا نروح زو بارك بتاعت لاتفيا ونشوف الحيوانات اللي عندهم عامله ازاي. يلا بينا. النهارده السبت وزي ما احنا شايفين كده الشوارع فاضيه شويه لان ويك اند والناس كانت سهرانه امبارح. مالناش دعوه بالناس اللي تسهر دي، تسهر براحتها، احنا نازلين نشوف البلد مع بعض ونكتشف وجايين نتفسح ونشوف الحاجات الجميله اللي في لاتفيا. حاجة دي اختراع بفطر بيها تقريبا كل يوم الصبح وانا هنا. دي عجينة شبه عجينة الجلاش ومحشية سبانخ وجبنة، سعرها 80 سنت، حاجة كده من الآخر. نزلنا من الترام وزي ما انتم شايفين كده الناس كلها رايحة الزو بارك النهاردة بما ان النهاردة اجازة. زي ما احنا شايفين كده اجواء من الطبيعة والخضار في كل مكان، واحنا داخلين على الزو بارك دلوقتي وتقريبا التذكرة ب15 يورو للفرد الواحد. فيلا ندخل ونكتشف مع بعض البارك من جوه عامل ازاي. زي ما احنا شايفين احنا قدام البارك دلوقتي وهندخل نقطع التذكرة ونكتشف البارك من جوه عامل ازاي. يلا بينا. كاتب لك معلومات ايه لازم تعمل بيها وانت جوه. زي ما احنا شايفين في خريطة للبارك اهو موضحين فيها كل حاجه. ويلكم تو ريجا زو. انا طبعا من اسكندريه وعندنا زو بارك هناك، وانا متعود ان انا بزور الاماكن دي. انا من محبي الحيوانات جدا. اجواء النهارده عالميه وجو جميل جدا. احنا داخلين نشوف كلب البحر. احنا شايفين كده مستخبي تحت. زي ما انتم شايفين كده طائر جميل جدا. بحاول على قد ما اقدر اي بلد ازورها اشوف الطبيعه اللي عندهم، واشوف مثلا لو عندهم ناشونال بارك، زو بارك. الحاجات دي بتبين لي قد ايه الدوله مهتميه بالشعب بتاعها. ده بقى قفص القرود زي ما احنا شايفين كده مستمتعين بالشمس. وانتم شايفين بقى ده الجمل هنا، ده مكان تحس اللي هو برنس كده في نفسه. فين البطه دي شكلها غريب جدا، لونها تحفه. الحيوان اللي موجود هنا حيوان غريب جدا، يعني شبه المعزة والخروف على بعض. بارك هنا منظم تنظيم غريب جدا، يعني برافو عليهم، حاطين كل قسم لوحده، كاتبين على كل حاجة، في شوارع جوه متقسم صح، جواء من الطبيعة والروقان في كل مكان. الولف طلع اهو. فين الثقة بالنفس. فينه ده انديان كوندور. زي ما احنا شايفين كده حجمه قد ايه قوي، ده عملاق جدا. ده كينج الغابة هنا. زي ما انتم شايفين كده قاعد مستقنيس خالص بيتشمس. رغم ان احنا بنستمتع بالاماكن دي وبنشوف الحيوانات وبنتبسط ولو معانا اطفال بيتبسطوا برضه، بس الحيوانات دي اماكنها مش هنا، اماكنها في الغابة. زي ما انتم شايفين كده قاعد ما بيعملش اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده بيبص علينا. في حيوانات هنا بس معظمها قاعدة في البيوت بتاعتها، لما بيشوفوا ناس كتير بيخافوا منهم. هنا بقى بيجيبوا أطفالهم يوم الأجازات وبيعلموهم يعملوا حاجة يدوية، والناس بتلعب وزي الفل. أجواء طبيعية وحيوانات في كل مكان، بس برضو بيصعبوا عليا لأن هم محبوسين للأسف. نقعد ناخد القهوة بتاعتنا هنا في المكان اللي فيه طبيعة وحيوانات حوالينا في كل مكان، استمتاع. الأجواء النهاردة جميلة جدا. فين السلحفة دي قد ايه؟ تمساح. حجم التعبان هنا غير طبيعي. زلت موجود في زو بارك، واللي ورايا دي
بحيرة كبيرة جدا اسمها كازيزر ليك، طولها 17 كيلو متر مربع. زي ما احنا شايفين كده الأجواء، وبحيرة جميلة جدا. تلاقي كده مطعم بستايل جامد جدا جوه البارك. خلصت جولتنا داخل زو بارك بريجا. الصراحة مكان جميل جدا، حيوانات جامدة جدا. اي نعم هم حابسينها ودي بتزعل الواحد، بس المكان جميل، بس محتاج مشي كتير. طبعا من زو بارك هتلاقي بارك جنبه تاني زي ما احنا شايفين كده، اكل، ايس كريم، قهوة، اللي انتوا عايزينه، مطاعم. مكان كبير وكله خضار وطبيعة. احنا شايفين كده المكان اللي جنب زو بارك كبير جدا، ممكن تتمشوا فيه برضو لو جيتوا هنا. بما ان الاكل في لاتفيا صعب، فقلنا احنا نجرب الاكل اللي نعرفه، وهنجرب النهارده البيتزا الايطالي. زي ما انتم شايفين كده نفس ما بتتعمل في ايطاليا بالظبط.